يا صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة على عيونكم. كل سنة وانتم طيبين. اول فيديو يا بنات في قناتي الجديدة. بصوا انا هحكي لكم في الفيديو ده. هو الفيديو ده كده ايه يعني، نتعرف كده على بعض وهحكي لكم القصة كلها من بدايتها. انا عندي قناة تانية يا بنات بقالها 4 سنين تقريبا او اكتر. بس بصراحة حاسة ان انا بعافر فيها على الفاضي، يعني بعافر في الفاضي، بعافر والدنيا فيها مش نافعة خالص. فعشان كده انا قررت ان انا اعمل قناة جديدة، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم طبعا. وانا حاسه كده ان هتكون بدايه خير عليا، وحاسه ان هتعرف فيها على ناس حلوه، وهنكون اسره كده كويسه حلوه مع بعض. عايزاكم بقى تشجعوني، وعايزه منكم لايكات، وعايزه منكم كومنتات. ولو انتم اول مره بتشوفوني طبعا بتمنى ان انتم بصوا الفيديو هينزل لكم والقناه تعتبر زيرو، يعني تعتبر زيرو مشترك. فحابه ان نكون كده أسرة كده مع بعض حلوة. أشارككم، تشاركوني، تكونوا بتتكلموا معايا كده في الكومنتات وارد عليكم، نعمل فيديوهات حلوة مع بعض. بصوا يا بنات، القناة التانية هي غالية عليا قوي قوي قوي، فانا مش هتصرف فيها ولا اي حاجة، هي موجودة وبرضه هشتغل فيها. ممكن ابقى افتح منها لايفات، ممكن ابقى انزل فيها فيديوهات كده كل فترة. بس ان انا استمر فيها الموضوع ده صعب، لان انا مش لاقية منها اي نتيجة. آمم، أنا عايزة الفيديوهات تكون مقترحة، عايزة الفيديوهات ناس تشوفها، عايزة يبقى ليا جمهور، عايزة يبقى ليا ناس أكلمهم ويكلموني في الكومنتات ويردوا عليا. أنا بنزل فيديو ما بيجيبش أصلا الفترة دي، ما بيجيبش 50 مشاهدة. فهي أنا عارفة إن هي كان فيها غلطات كتير، يعني كان فيها غلطات قبل كده كتير كنت أنا عاملاها. وطبعا كل ده غلط غلط غلط، وغلط ان انتي تشتري فلوس، تشتري ساعات قصدي، او تشتري مشتركين او كده. كل الكلام ده غلط، بيأثر طبعا على القناة بعدين، بيأثر على القناة فيما بعد. فعشان كده انا قررت ان انا هعمل قناة جديدة. بصوا، نضيفة يعني انا عايزة اعمل قناة جديدة نضيفة من بدايتها. يعني ان شاء الله مش هعمل فيها اي حاجة مخالفة ولا هعمل فيها اي حاجة غلط. أنا طبعا القناة الاولانية هعتبر نفسي ان انا كنت بتعلم فيها. انا بقالي 4 سنين زي ما بقول لكم كده، او يمكن اكتر. اتعلمت فيها حاجات كتير كتير كتير، وتعلمت مونتاج، وتعلمت اصور، وتعلمت حاجات كتير قوي. فان شاء الله ان شاء الله باذن الله الغلطات اللي انا عملتها مش هكررها في القناه دي. كل اللي انا طالباه منكم بس تقفوا جنبي، اعملوا لي لايكات، اعملوا لي كومنتات، شاركوا يا بنات الفيديو. لو تقدروا تشاركوه مع اصحابكم او حبايبكم او كده. كمان عايزاكم تشوفوا لي دقيقتين 3 كده بس من الفيديو، مش شرط تشوفيه لاخره، بس ما تخرجيش من الفيديو يعني قبل 3 دقايق. هنعمل مع بعض فيديوهات حلوة. بصوا هنا ده روتين كده كان سريع، روتين كان تاني يوم رمضان. عادة تاني يوم رمضان الناس كلها بيكون عندها أكل بايت، فأنا كان عندي أكل بايت بس قلت هعمل جنبه حاجة بسيطة كده. دخلت اول حاجه المطبخ، قلت اصب البوتاجاز لان البوتاجاز كان متبهدل بصراحه. الاكل كان كنت بعمل لحمه اول يوم رمضان، واللحمه نزلت كده على البوتاجاز واتحرقت وكده. فلزقت بقى يا بنات، لزقت لان قعدت طول اليوم كنت مشغله البوتاجاز. بعد كده بعد الفطار كنت مهدوده، ما قدرتش ان انا اعمل اي حاجه. بعد كده رحت قمت على السحور، حطيت عليه كده شويه ميه عشان يفك، وصبنته كده وزي ما شفتوا كده بقى فله. بعد كده قلت اعمل زبادي. انا بعمل زبادي يا بنات بطريقه سهله قوي قوي قوي. بجيب زبدية، بس طبعا دي كبيره فانا مش هاخدها كلها، وبجيب شويه من اللبن. طبعا الموضوع موفر، لو جيت تحسبيه هتلاقي الموضوع موفر قوي. بجيب شويه كده من اللبن وبحط عليهم دي الزبدية دي، عشان هي كبيره مش هاخدها كلها، هاخد بس كده معلقتين منها. وهقلبهم كده في الزبادي كده بتاعتي. تقليبة كده حلوة، لازم تقلبيها كويس عشان الخميرة او الزبادي كلها تكون يعني تتقلب معاكي في اللبن كله، وتطلع معاكي الزبادي كلها ناجحة. هتقلبي كل ده مع بعض، وبعد كده هترجعيه على اللبن وبس. وبعد كده هتصبيه بقى في الكوبايات بتاعتك وتغطيهم. طبعا لو عندك مكنة الزبادي اعملي فيها عادي، بس انا مش عندي، وبعمل الطريقة دي والله من يوم ما اتجوزت يا بنات. يعني انا بقالي 5 سنين او 6 سنين بعمل طريقة الزبادي دي. بس هقول لكم على حاجة، هي بتفرق في الصيف او الشتاء. يعني في الصيف ممكن الزبادي بتتعامل معاكي اسرع، لكن في الشتاء عشان احنا بنكون الجو برد فالمية بتبرد بسرعة. فانا السنة دي ولعت الفرن يا بنات، ولعت الفرن للزبادي، ولعت الفرن وانا شغالة كده فيها يدفى. وبعد كده رحت طافية النار
تمام. وقمت مغطيه الزبادي ومدخلاها الفرن. لكن السنه اللي فاتت واللي قبلها وكده كنت بكتفي ان انا احطها في صينيه، والصينيه فيها ميه دافيه، وبغطيها وبسيبها كده في اي مكان 7 ساعات 8 ساعات. هنا عشان يا بنات انا الصينيه اللي هحط فيها ميه سخنه الومنيوم، فحطيت فيها نقطه بس من الخل. عشان ايه؟ انت عارفين الميه السخنه بتعلم في الالومنيوم كده، لكن لو هتعملي اي صينيه مش شرط تحطي نقطه الخل دي. عايزاكم بقى يا بنات لو وصلتوا معايا لهنا انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات انتوا مين وبتتابعوني منين. انا عشان نتعرف كده على بعض، انا نسيت اقول لكم انا اسمي ساره او ام يزن. معايا يزن ومعايا مسك. يزن عنده 4 سنين ونص، ومسك عندها 2 سنين ونص. ربنا يهديهم ويبارك فيهم يا رب. يزن في الحضانة. لكن مسك لسه ما وديتهاش، فهم مطلعين عينيا بصراحة. ربنا يهديهم ويخليهم ويبارك فيهم ويرزق كل مشتاق يا رب. آه، بصوا انا الخطوة اللي انا اخدتها دي هي خطوة صعبة، يعني خطوة صعبة ان انا ابدأ قناة من الاول وافعلها من الاول. انتوا عارفين التفعيل بياخد وقت وتجميع الساعات ف بس انا طالما ربنا اهداني ان انا اعمل الشيء ده يبقى هو هيوفقني فيه. ده حاجة انا مقتنعة بيها قوي، يعني انا ربنا اللي يعني انا جايلي كده احساس ان انا لا عايزه اعمل قناه تانية وابدا فيها من الاول، وابدا على النظافه وابتدي صح وما اعملش فيها اي حاجه غلط او اي حاجه مخالفه. فوقت ساعتها عرفت ان ما يمكن خير، ما يمكن ده خير، يمكن ربنا ارشدني لكده عشان ده يكون خير ليا. ف هنشوف كده مع بعض. بصوا انا يعني التانية شغالة برضو، بس انا هشتغل هنا وهنا وهشوف النتيجة. هشوف النتيجة لو الدنيا هنا معايا كويسة هكمل يا بنات، هكمل ونعمل مع بعض فيديوهات حلوة، وان شاء الله بإذن الله ربنا هيقدرني وهقدر ان انا اعمل لكم فيديوهات طويلة وفيديوهات تعجبكم عشان نقدر ان احنا نفعلها سوا مع بعض. خلصت يا بنات اللبن زي ما قلت لكم بقى. حطيته في ميه دافيه كده وغطيته، وبعد كده غطيته في فوطه ودخلتها الفرن. الفرن كان دافي. يعني ولعته 5 دقايق كده بس. هنا كنت مشغله الغساله برضو. انتوا عارفين طبعا لما يكون في عندك اطفال الغساله لازم كل يوم تشتغل، يعني انا بالنسبه لي الغساله لازم كل يوم تشتغل، وساعات بشغلها مرتين يعني حسب الظروف. دخلت بقى على المطبخ قلت هعمل ليهم كده اكل. يعني انا عندي اكل بايت، فهعمل اكل جنب الاكل كده حاجات بسيطه. طلعت السمبوسه ان شاء الله احمرها، وطلعت لحمه مفرومه عايزه اتبلها بقى عشان هعمل معاكم وصفه كده حلوه. ودي ليا يا بنات ليا الخروف، انا بحب ليا الخروف جدا يعني. ف قلت بقى اتبل اللحمه كده. خرجت برضو بصيت على الصاله كده العيال يعني من وقت للتاني كنت طول ما انا في المطبخ بيبهدلوا الدنيا، فبخرج ادور كده دوره كده على الصاله. آه بصوا ان شاء الله الفيديو الجاي انزل لكم الزينه بقى بتاعه رمضان كلها في القناه الجديده ان شاء الله باذن الله. هنا بنات الحواوشي. تتبيله الحواوشي بقى زي ما انت بتحبيها. انا حطيت بصل وفلفل وبهارات. ممكن تحطي بهارات جاهزه اللي هي بهارات الحواوشي الجاهزه، او ممكن تحطي انت كزبره ناشفه، تحطي فلفل، تحطي بهارات لحمه، تحطي بابريكا، تحطي اللي انت تحبيه يعني. بصوا الحاجات دي بتبقى تبع ما انت تحبي. وبعد كده هجيب العيش بقى بتاعي. مش هعمله اللي هو سندوتشات عيش كده، لا هعمله رول يا بنات، حواوشي رول. بصراحه جربته وكانت اول مره دي اجربه وعجبني قوي. بيبقى سهل كمان لو معاكي اطفال ان هم يمسكوا السندوتش كده وياكلوا. وحمرت بقى سمبوسه عشان كان زي ما بقول لكم عندي اكل بايت. كان عندي حته بطاطس كده بلحمه، وكان عندي حته بطاطس بسبانخ. والدنيا عدت يعني واليوم عدى. وكل سنه وانتم طيبين. آم، ما تنسوش يا بنات تحطوا لي لايكات وتشاركوا الفيديو، واشوفكم على خير في فيديو جديد.